تعالي هنا وقولي لي، لو أنتِ ما بتعمليش السمك ده، ما بتعمليهوش ليه؟ عايزة أقول لِك هتبقي خسرانة كتير لو أنتِ ما بتعمليهوش. أحلى صينية سمك سردين هتاكليها في حياتِك، بجد السمك ده يا جماعة طعمه مميز جدًا، جدًا، ومذاقه كده مختلف عن أي سمك تاني. وكمان أنا عاملاه النهارده سمك صينية، عايزة أقول لكم ده ملهلب سخن نار كده، بس مش قادرة أقول لكم أنا مش مستحملة لازم آكل منه. النهارده وصفتنا صينية السمك السردين في الفرن، وصفة حلوة جدًا مغذية كمان لأطفالِك، اعمليها كده وجربيها مش هتندمي. جبت الصينية بتاعتي وحطيت فيها حلقات من البصل، وهاحط فيها قطع كده من الفلفل الأخضر، وممكن تحطي فلفل حامي لو ما عندكيش أطفال يعني، وممكن تحطي فلفل حامي لو أنتِ بتحبي الفلفل الحامي، وهاحط حلقات من الطماطم. طبعًا يا بنات لازم عشان تجيبوا سمك سردين تجيبوه من عند بتاع سمك كويس ويكون صابح، يكون فريش، ما تجيبيهوش يعني طري منِّك ودايب، لأ هاتيه كده تكون السمكية متماسكة علشان ما تبقاش دايبة منِّك وتبقى تضمني إن هي صابحة. بعد ما رصيت الخضار بتاعي، رشيت عليه بقى كده كمون وبهارات من بهارات سمك، وكمان ملح وبابريكا عشان تدّي لون حلو. وهاحط حوالي معلقتين كبار كده من الزيت، وهاعصر ليمونتين، أو ليمونة كبيرة زي ما متواجد عندِك. شايفة السمكة بتلمع متماسكة مش مهرية معايا، وده دليل إن هي صابحة. جبت السمكة فتحتها وغسلتها كويس جدًا وشِلت الراس بتاعتها وسِبتها تتصفى تمامًا من أي مَيّة فيها. وعملت لها بقى التتبيلة المعتادة بتاعة السمك اللي هي توم وعليه فلفل وعليه ملح وكمون وليمون، وتبلتها وابتديت بقى كده أرصها في الصينية. شايفين ما فيهاش ولا نقطة مية ونضيفة قشطة ومتماسكة، مش مهرية معايا ولا لونها غامق ولونها بيلمع كده وجميلة. بعد ما رصيتها هحط عليها حوالي ربع كوباية من الزيت أو معلقتين 3 كبار، واحط كمان عليها رشة كمان تاني من البابريكا علشان انا بحب البابريكا بتدي لون حلو كده للسمك. وهحط بقى كده شرايح من الليمون. شايفين الجمال؟ وهعصر عليها برضو ليمون تاني كده من على الوش. ولو ممكن لو انت بتحبي الخل حطي معلقة خل. ودخلتها الفرن ما خدتش سوا خالص، يعني ما خدتش ربع تلت ساعة. ولو عايزة بقى تفتحي عليها الشواية تاخد وش تحميصة حلوة، عايزة تسيبيها كده براحتك. وهنا بقى عملت رز الصيادية او رز السمك وقدمته كده مع السمك بتاعي. شايفين السمكية بعد ما استوت كمان متماسكة وجميلة علشان فريش وصبحة، ومعاها جرجير بقى وليمونية مخللة وبألف هنا وشفا. لو ما كنتيش جربتي الوصفة دي قبل كده جربيها وهتعجبك جدا ومش هتندمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.